اسمع يا أبو لحية، خليك محترم وإلا ستسمع مني ما لا يسرك. وإياك ثم إياك أن تأتي ببلد الحبيب المغرب على لسانك النجس التكفيري. علم في المغرب يوجد يهود، نصارى، سنة، شيعة وديانات أخرى، ولا توجد خلايا دمرت البلاد والعباد غيركم يا أهل الإرهاب والتكفير والتدمير. ذبحتم وفجرتم في أوروبا وفي كل البلاد ما عدا فلسطين باسم الله أكبر تكبير. شوهتم رسول الله، شوهتم الإسلام. أصبح الشخص الغربي يسمع الله أكبر يختبئ لأنه يعلم سيأتي بعدها تفجير. قبضوا على كثير من الخلايا الإرهابية في المغرب التي تريد زعزعة البلاد ونشر الفتنة، فآخر واحد يتكلم عن الخلايا هم أنتم يا أهل الغدر والنفاق. أبعد هذا عندك وجه تتكلم؟ إياك ثم إياك أن تتكلم عن بلدي بكلمة أو تحاول التحريض على بلدي، وإلا سترى ما لا يسرك. فلا تظن أن المغرب مثل باقي الدول. اللهم احفظ المغرب من هؤلاء الأنجاس التكفيريين، لعنة الله عليهم وعلى دينهم التكفيري الإرهابي. السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولنا أعداءهم أجمعين. كثير من الإخوة طلبوا مني الرد على مقطع نشره محمد بن شمس الدين، فدعونا نشاهد ماذا قال. السلام عليكم مرة أخرى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كثير من الناس عاطفيين على فكرة، وكمية الإثارة في طريقة هذه اللطمية رهيبة. حتى الوجه يا رجل يدلك على الحنان. يكفيكم فرقة يا أخي، اتحدوا اتحدوا، ما بدنا فرقة، ما بدنا طائفية. إيه خلاص بدأ يلتم شملنا. وفي نفس هذه الأنشودة أو اللطمية عفوا، يبشر بالدولة الشيعية، يحرض على من يسميهم نواصب، ويدعو لثارات الحسين. سأعرض لكم ذلك، لكن بالبداية خليني أنا معك، يلا خلينا نلم شملنا. أنا جاهز. على ماذا سيلتم شملنا؟ على القرآن الكريم؟ ما القرآن محرف عندهم؟ بغض النظر عما قاله في البداية، دعونا نقف في هذه النقطة. تقول سنجتمع على ماذا؟ فالقرآن محرف عندكم. جميل. الآن أنا أعيد عليك نفس السؤال، على ماذا سأجتمع معك وأنت عندك القرآن محرف؟ شاهد معي صحيح مسلم إيراني الفارسي المجوسي في الجزء 10 عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم. الله من فوق 7 سماوات أنزل آية 10 رضعات معلومات يحرم. جميل جدا. نكمل. ثم نسخنا ب5 معلومات. الآية الأولى 10 رضعات معلومات، نسخنا ب5 رضعات. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم سورة البقرة، يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إذن الله سبحانه وتعالى حين أنزل آية 10 رضعات نسخها بآية أخرى وهي 5 رضعات. جميل جدا. إلى هنا كل شيء على ما يرام. الآن نكمل الحديث. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهن فيما يقرأ من القرآن. الله أكبر. تقول عائشة: توفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن، يعني رسول الله توفي ورحل من هذه الدنيا والمسلمون يقرؤون في القرآن آية 5 رضعات معلومات يحرم. الآن السؤال: أين هي هذه الآية 5 رضعات؟ إذا قلت نسخات، أعطني إذن الآية البديلة ل5 رضعات أو خير منها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، يعني إذا نسخ آية يأتي بخير منها أو مثلها. فأين هي الآية التي هي مثل آية الرضاع أو خير منها؟ وزد على هذا ترد عليك عائشة وتقول: وهن مما يقرأ من القرآن، يعني بعد وفاة رسول الله كما تقول عائشة كانوا يقرؤون هذه الآية. فأين هي هذه الآية 5 رضعات؟ هل عائشة تعتقد بتحريف القرآن؟ والقرآن محرف عندكم؟ وأيضا قالت عائشة التي تعتقد بتحريف القرآن: الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي، تحقيق شعيب الأرناؤوط، يقول في صفحة 390: الثالث، قال أبو عبيد في فضائل القرآن: كل رواة هذا الحديث من رواة البخاري ومسلم. حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سألت عائشة عن لحن القرآن عن قوله تعالى إلى أن يقول: وعن قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، فقال: يا ابن أخي هذا عمل الكتاب، أخطأوا في الكتاب. هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. عائشة تقول أن الكتاب أخطأوا في الكتاب. إذن عائشة تعتقد أن في القرآن خطأ لغوي، وأن القرآن وهذه الآية التي بين أيدينا فيها خطأ، والآية ما زالت إلى اليوم تقرأ في كتاب الله. إذن عائشة تعتقد بتحريف القرآن، والحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. على السنة النبوية الأحاديث عندهم تختلف عن الأحاديث عندنا اختلافا كليا. على العبادات صلاتهم غير صلاتنا، صيامهم غير صيامنا، وضوءهم غير وضوئنا، حجهم يختلف عن حجنا، شعائرهم تختلف عن شعائرنا. على ماذا سنجتمع؟
على علي بن أبي طالب. عليهم غير علي، الجمل المخشوش عندهم ليس علينا رضي الله عنه. يقول علي المخشوش عندهم غير علي عندنا، واستشهد بكتاب مأساة الزهراء عليه السلام للسيد مرتضى العاملي. فتعالوا معي نرجع إلى نفس الكتاب، وسيكون رد مختصر جدا على الشبهة المخزية الجمل المخشوش. مأساة الزهراء للسيد جعفر مرتضى العاملي، الجزء الثاني، صفحة 47، يقول: ومما يدل على ممارسة أسلوب العنف ضد علي عليه السلام والإتيان به للبيعة عنوة ما كتبه معاوية له وما أجابه به. فقد قال له معاوية أنه أبطأ على الخلفاء، فكان يقاد إلى البيعة كأنه الجمل الشارد حتى يبايع وهو كاره. يقول معاوية لأمير المؤمنين أنك كنت تقاد إلى البيعة كالجمل الشارد أو الجمل المخشوش. هل معاوية كان يمدح أمير المؤمنين أم يذمه؟ أكيد قالها على سبيل الذم وليس المدح. فرد عليه أمير المؤمنين وقال له إلى أن يقول: فأجابه أمير المؤمنين برسالة جاء فيها: وقلت إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع، ولعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت، وأن تفضح فافتضحت. معاوية الصعلوك أراد أن يذم بقوله أن أمير المؤمنين كان يقاد كالجمل المخشوش، وأراد أن يفضح أمير المؤمنين بهذا القول. فرد عليه أمير المؤمنين وقال: أردت أن تذمني فمدحتني، وأردت أن تفضحني ففضحت نفسك يا معاوية. لماذا؟ يكمل أمير المؤمنين ويقول: وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه. الله أكبر. يقول أمير المؤمنين: وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه. أمير المؤمنين ظلموه وسلبوا حقه وهجموا على داره كما جاء بسند صحيح في كتاب المصنف. فحين جروه كالجمل المخشوش كما يقول معاوية، أراد أن يذم ويفضح أمير المؤمنين، فمدح معاوية أمير المؤمنين وفضح نفسه. إذا نستفيد من كل هذا أن مقولة الجمل المخشوش إذا كنت تريد أن تذم بها أمير المؤمنين، سيجيبك أمير المؤمنين ويقول لك: وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه. وأما إذا قلتها تظلما له وأنهم ظلموا حقه وقادوه غصبا إلى البيعة، فما هو الإشكال إذا قالتها الزهراء أو رسول الله أو أي شخص آخر في حق أمير المؤمنين كي يبين أنه مظلوم وأنهم قادوه بهذه الطريقة؟ فالفضيحة والعار في أولئك الذين جروه إلى البيعة، أولئك الخونة الذين خالوا الله ورسوله وليس أمير المؤمنين. فقل معي: لعنة الله على من قالها في حق أمير المؤمنين على سبيل الذم، ورضي الله عن من قالها على بيان مظلوميته. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: هل هذا الكلام والوصف لأمير المؤمنين أنه جر كالجمل المخشوش هل فقط يوجد في كتب الشيعة؟ كلا، أيضا كتبكم روت هذا الشيء. على سبيل المثال هذا المصدر: نهاية الأدب في فنون الأدب للنوري في الجزء السابع، صفحة 183، يقول: ومن كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما كتب به إلى معاوية بن أبي سفيان جوابا عن كتابه، وهو من محاسن الكتب. كتب رضي الله عنه إلى أن يقول في الصفحة التالية: وقلت، يقول أمير المؤمنين لمعاوية، أني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع. إذا كتبكم وسيدكم معاوية أيضا قال أن أمير المؤمنين جر كالجمل المخشوش، فهل الآن ستشنع وتقول: عليهم غير علي، الجمل المخشوش عندهم ليس علينا رضي الله عنه؟ لا لا لا، هذا عليكم الجمل المخشوش. تفضل كتاب آخر، كتاب صبح الأعشى للقلقشندي في الجزء الأول، صفحة 228، يقول: أما مكاتباتهم المشتملة على المحاورة والمراجعة فمنها ما كتب به معاوية بن أبي سفيان ويتردى عليه إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في زمن المشاجرة بينهما، وهي إلى أن يقول معاوية لأمير المؤمنين: وأنت في كل ذلك تقاد كما يقاد البعير المخشوش حتى تبايع وأنت كاره. يرد عليه أمير المؤمنين ويقول له: فكتب إليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في جواب ذلك فقال: وقلت أني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع. فهل الآن ستشنع وتقول: عليهم غير علي، الجمل المخشوش عندهم ليس علينا رضي الله عنه؟ ما شاء الله عليك. أزيدك هذا المصدر وأنا كما قلت أختصر. سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني في الجزء الثاني، صفحة 610، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيث مقيدا قاد.
يقول الألباني: قلت وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون. المؤمن كالجمل الأنف، فهل تجرؤ الآن أن تشنع على قول رسول الله وهو يصف المؤمن بأنه الجمل الأنف؟ مصدر آخر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي في صفحة 514 يقول: وعن عمر بن الخطاب قال: رأيت الحسن والحسين على عاتقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: نعم الفرس تحتكما. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ونعم الفارسان. رواه أبو يعلى في الكبير ورجاله رجال الصحيح. رواية أخرى: وعن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فجاء الحسن والحسين أو أحدهما فركب على ظهره، فكان إذا رفع رأسه قال بيده فأمسكه أو أمسكهما قال: نعم المطية مطيكما. رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. عمر يصف رسول الله بأنه فرس، فهل الآن ستشنع على عمر أنه يصف رسول الله بالفرس؟ أم ستقول أن هذا القول ليس ذم وإنما قال على سبيل المدح؟ أي شيء تقوله هنا سنقوله في الجمل المخشوش.